اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت شغال في وظيفتك بقالك 5 او 10 سنين هتسمع كتير نصيحة اللي هو خد جزء من مرتبك وحطه في اي صناديق استثمار او في مثلا ETFs زي SP 500 او ايا كان، وسيب الاستثمار ده او السهم اللي انت شاريه ده لمدة 20 سنة وبعد كده هيحقق لك ارباح. النصيحة دي مش غلط، وانا شخصيا بعمل بيها حاليا بس بعد 10 سنين او تقريبا 12 سنة شغل كسوفت وير ديفلوبر. ولكن الفكره ان الاستثمار ده هو طويل الاجل. الفكره في النوع ده من الاستثمار هو ان انت بتشتري وتسيب الحاجه لمده 5 سنين على الاقل، و10 و20 سنه. لانك لو كنت في دماغك انك هتكسب فلوس بعد سنتين ثلاثه فانت غلطان. انت ممكن تكسب ولكن المكسب نفسه هيكون عبيط جدا. ده ناهيك اصلا عن انك من البدايه محتاج راس مال. خلينا نحسبها بالمنطق وبالعقل. الاس بي 500 متوقع ان هو يجيب لك من 8 ل 10% ارباح بعد 10 سنين مثلا. متوقع ان هو يجيب لك ارباح سنويه او بيسموها ديفيدنز من 1.2 ل 1.5 في السنه. انت لو معاك 10000 دولار فكرت انك تستثمرهم وحطيتهم في الاس بي 500، فمتوقع ان هم يجيبوا لك من 120 ل 150 دولار في السنه، او 12 ل 15 دولار في الشهر. عشان تعمل دخل شهري من الاس بي 500 خلينا نجيب اقل دخل مثلا 1000 دولار، محتاج من 100000 ل 150000 دولار كاش تستثمرهم علشان تجيب 1000 دولار في الشهر. السؤال المهم هنا، هل انت معاك المبلغ ده او الراس مال ده علشان تحطه في الاس بي 500 علشان يجيب لك 1000 دولار في الشهر؟ الاغلبيه ما معهوش اصلا راس المال ده. وهنا بيجي الخطا. انت بتستنى 10 و20 سنه علشان تعمل مبلغ في نهايه عمرك ما بتلحقش اصلا تستمتع بيه، في حين ان انت معاك اسيت او اصل حاليا ما بتستغلوش. في خلال 10 سنين دول انت قضيت وقت طويل جدا انك تتعلم حاجات، مريت مشاكل ممكن تكون تقنيه او مشاكل مع ناس. والحاجات دي انت علشان محاط بناس بيعملوها وعلشان انت بتعملها بشكل مستمر، مش فاهم ان في على الجانب الاخر ناس مهندسين صغيرين، دكاترة صغيرين، او حد لسه داخل في مجال الفتنس جديد عايز يتعلم الحاجات دي. الناس دي مستعدة انها تدفع لك فلوس مقابل وقتك، مستعدة انها تدفع لك مبلغ كويس من المال مقابل ساعة او ساعتين استشارة معاك. لو عملت استشارة، استشارتين، او حتى 3 استشارات في الاسبوع ب 150 ل 200 دولار، فانت هتعمل في الشهر تقريبا من 600 ل 800 دولار. ده نفس العائد اللي هيجيبه لك استثمار بقيمه 80 الف دولار في الاسهم. واهم شيء في الموضوع، انت ما احتجتش اي راس مال. انت بس استغليت الساعه او الساعتين اللي انت فاضي فيهم ودخلت فيهم اتكلمت مع حد في الحاجات اللي انت عملتها. خليني اكون صريح معاك، طبعا انا ما بقولكش ان انت هتسيب وظيفتك وتعتمد بشكل مباشر على الاستشارات او على البيزنس اونلاين. انا مش مع الموضوع ده، لان الوظيفه مهمه. الوظيفه بتدي لك نوع من الاستقرار النفسي وبتبقى عارف في مبلغ ثابت جاي لك كل شهر. وما ينفعش ان اي حد يسيب الوظيفه علشان بدا ان هو يعمل فلوس اونلاين، يعني لان الموضوع فيه ريسك. فالحاجه اللي هتزود لك الراحه النفسيه بتاعتك والحاجه اللي هتخليك تعمل ليفرج فعلا او تستغل وقتك صح، هو ان انت تدي الوقت ده للناس اللي هتدي لك فلوس مقابل ليه. زي ما قلت في فيديوهات قبل كده، لو انت عندك دخل اضافي بجانب الوظيفه انت ما بتبقاش عارف مضطر انك تقبل بحاجات في الوظيفه انت كارهها. لانك لما بتبقى عارف ان ما عندكش اوبشن تاني انت بتبقى مضطر تقبل، مضطر تمشي الدنيا لانك ما عندكش حاجه تانية. ولكن الدخل الاضافي او البيزنس الاونلاين اللي عندك هيدي لك نوع من الاريحيه ان انت تختار، لا انا الوظيفه دي عايز اشتغل فيها، الوظيفه دي لا. فهيدي لك نوع من الحريه مش قادر اوصفه، بس بجد حاجه تستاهل انك تحط مجهود. ومجهود مش كبير، يعني انت بتتكلم في مجهود ساعه او ساعتين في خلال اليوم. انت بتاخد استشاره مع حد. طبعا في ناس هتقول لي طب انا هجيب الحد ده منين وكده. طبعا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، ممكن تتفرج على الفيديو اللي هنا اتكلمت عن الموضوع بالتفصيل. الموضوع كله بيعتمد على الترافيك اللي بيجي لك، والترافيك ده او الناس اللي بتجي لك والناس اللي هي بتتفرج على فيديوهاتك دي بتوجههم ان هم يروحوا على اللينك بتاع الاستشاره او ايا كان. دي قصه كامله. انا حبيت ان انا اتكلم في الموضوع من هاي ليفل كده او من زاويه بعيده، بحيث ان انت تفهم اهميه الموضوع. عشان تبدا الموضوع ده انت مش محتاج تكون انفلونسر او تكون حد بيقدم محتوى تافه بتقول خبطه وكبسه والكلام ده كله. انت المحتوى بتاعك بيكون مفيد، هادف، بتغير في حياه الناس فعلا، بتاثر في حياتهم، يعني انت بتحول حياتهم بجد. ومحتاج انك تعرف تعمل باكج للاوفر بتاعك بشكل كويس، وتعرف تعمل سكريبت يكون بيوجه الناس على الاوفر ده. طبعا الخطه او الخريطه كامله موجوده في برنامج بتاع اكسبرت تو بزنس. لو انت مهتم هتلاقي التفاصيل تحت، وهو كيفيه تحويل خبرتك لبزنس اونلاين من اول ما تقعد قدام الكاميرا لحد ما يبقى عندك سيستم اوتوميشن جاهز بيبيع وانت نايم. حاليا الذكاء الاصطناعي بيوفر عليك وقت كبير جدا
وفكره ان انت تعمل وان بيرسون بزنس او بزنس قائم عليك كشخص بقت اسهل مما يمكن، لانك انت ممكن تقوم ويب سايت في خلال نص ساعه بدون ما يكون عندك اي خلفيه برمجيه بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت ممكن تعمل اوتوميشن بشكل سهل جدا، وتعرف تعمل مينتين للكود وكل حاجه، لانك هتبقى الحدود نفسها بتاعت البيزنس نفسه صغير. يعني اللي هو انت لو اخرك مثلا هتبيع كورس او هيبقى عندك منتور شيب او حاجه، الموضوع سهل جدا وممكن انت تقوم بالموضوع كله بنفسك. بس ده يتغير وتحط جزء من وقتك الفاضي في الموضوع. لو جيت فكرت فيها، كل الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا بتكلفنا وقت وفلوس ومجهود وكل حاجه. الاخطاء اللي بتعملها في الموضوع ده اللي هو الكونتنت كريشن او صناعه المحتوى، انك تعمل بيزنس اونلاين، بتقويك اكتر، بتخليك ان انت تتحسن اكتر. كل خطأ بتعمله لما تيجي تتكلم في فيديو مثلا بتتهته، مش عارف تتكلم كويس. الاخطاء اللي بتعملها من ناحيه ان انت بتبعد مثلا عن الاوفر اللي انت بتقدمه، كل مره بتعمل فيها خطأ وما تلاقيش نتيجه، بتحسن على ادائك اكتر. والاخطاء نفسها بتخليك ان انت تتحسن اكتر، فدي حاجه كويسه. ففكره انك تبدا بدري دي حاجه مهمه جدا وكويسه جدا. الناس اللي ما بتعملش محتوى ما بتقدرش قيمه الموضوع، لانه في ناس كتير بتعمل محتوى، ولما بتبقى الحاجه متوفره لكل الناس احنا ما نقدرش قيمتها، لان مفيش سكيرستي او ندره. فصناعه المحتوى بقت متوفره لكل الناس دلوقتي، بس احنا مش متخيلين اهميه الموضوع. انت بتعمل فيديو ممكن تعمله السنه دي، يفضل الفيديو ده يتشاف لمده 3 او 4 سنين او 5 سنين قدام. الفيديو ده ممكن توجه الناس فيه على الاستشاره بتاعتك او الاوفر بتاعك، ويفضل الفيديو يجيب مبيعات، وانت حطيت فيه مجهود هي ساعه واحده وشغال معاك. فهو اسيت او اصل ثابت لو انت عملته بشكل صح. فالناس مش مقدره قيمه الموضوع ده. الاسيت ده انت بتبنيه بدون اي راس مال، انت بس مجهود بتحطه، وممكن تصور بالتليفون بتاعك، بالميكروفون اللي معاك، باللي معاك. الفكره كلها ان انت عندك خبره، والخبره دي عايز تنقلها للناس. اتمنى ان الناس تبدا. انا واخد موضوع البيزنس اونلاين او اكسبت تو بزنس واخده كرساله، لان انا عارف ان في ناس كتير عندها خبرات فظيعه، والخبرات دي محتاجه انها تتنقل لناس اصغر منها. في نفس الوقت الناس اللي عندها خبره دي تستفيد ماديا. فانا عملت فيديو اتكلمت فيه عن تجربتي الشخصيه مع الوظيفه والبيزنس اونلاين وكده. احط لكم الفيديو ده بعد انتهاء الفيديو ده، ولو في اي حد مهتم ان هو يشترك معانا ده هيكون شرف ليا. هتلاقي اللينك تحت في اسفل الفيديو. البرنامج فيه كل اللي انت محتاجه عشان تبدا، وفي نفس الوقت في اجتماعات شهريه بنعملها مع كل الناس المشتركه في الكورس. فلو انت حابب هتلاقي اللينك تحت في اسفل الفيديو. لو انت مش حابب استمتع بمشاهده الفيديوهات المجانيه هنا في القناه. وبالتوفيق.